بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا احلى واغلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبالصحة متمتعين. دمتم لي سعادة وهنا وسرور، وربنا يزيدكم كمان وكمان. وكل اللي بيدعمني والله دعمكم ده فوق راسي. يا رب كده تعيشوا في هنا وفي سعادة وفي سرور وفي صحة وراحة بال تملي يا رب بإذن الله. تعالوا اتفضلوا معانا الكبدة، كبدة الفراخ اللي حولناها لكبدة بلدي. ايوه، كبدة الفراخ حولناها لكبدة بلدي، وفعلا بنفس التكات والتركات اللي بيضيفها معاكي بتاع العربيات، محلات الكبدة، اللي وانت ماشية في الشارع بتقولي الله دي ريحة كبدة. وفعلا ايا كانت الكبدة انت بتحبي انك تاكليها، لانها فعلا كبدة من طعمها، الريحة بتاعتها بتجنن. تعالي نشوف الكبدتين من الفراخ، كبدتين الفراخ العادية طازة كده، حطينا لهم مية وحطينا لهم ليمونة، وبعد كده حطينا سيبناهم نص ساعة، ومجرد ما نص ساعة خلصت صفيتهم. وبعد ما صفيتهم مسكتهم كده وقطعتهم شرايح زي ما انتم شايفينهم، وغسلتهم تاني وصفيتهم. وبعد كده هروح على طاسة على النار حلوة كده، ويكون في عمها معلقة سمنة سخنة، نديها صدمة في ندي الكبدة صدمة في السمنة السخنة، علشان نديها صدمة بسرعة كده في المعاكي بسرعة، ما تطلعش ريحة. يبقى انت كده هي كبدة الفراخ مش بتطلع حاجة، لانها هي فعلا من كبدة النواعم، يعني زي اي حاجة ناعمة كده طرية وجوسي، طعمها خطير فعلا. هنضيف لها شوية ملح شوية فلفل اسود، هنديها تشويحة. عارفين ان كبدة الفراخ ما بتقعدش ما بتاخدش وقت فعلا على النار، لانها كبدة نواعم فعلا. ولو عندك ابنك ما بيحبش كبدة الفراخ، او انت ما بتحبهاش، بعد الطريقة دي هتدمنيها فعلا هتقولي انا فعلا هعملها بنفس الطريقة. لو كل يوم هتاكلي كبدة هتحبيها بالطريقة دي. كده معانا بصلاية حلوة كده، ولو عايزة تضيفي بصل اكتر ضيفي، بيزود معاكي اللي يعني بيزود ويضعف معاكي الحجم، لانه فعلا بيزود الكمية معاكي. ومحلات العربيات طبعا، المحلات والعربيات بره بتاعت الكبدة بيضيفوا بصل اكتر من الكبدة، بس انا ما حباش ان انا ازود البصل ويكون طعم الكبدة مستخبي ما بينش. لا، انا بحب الكبدة تكون اكتر من البصل. فدي يعني دي طريقة بتاعتي انا. اما لو انت عايزة اي مثلا تزودي الكمية ومعاكي ولادك وعايزة تحشي مثلا سندوتشات اكتر، ضيفي بصل اكتر وضيفي فلفل وضيفي المكونات التانية. بعد ما البصلة او الكبدة اتشربت البصلة والبصلة دبلت، نزلت عليها بقرن الاخضر رومي، ولو عايزه برضو سبايسي حطي عندك فلفل الوان ضيفي. وبعد كده حطيت فص الثوم، بس فص الثوم يا ريت يا ريت فعلا يكون طازه، يكون على طول يعني عندك جاهز على طول، مجرد ما يعني تدقيه كده على هون، او مثلا تطحنيه في الكبه على طول، بيكون ليه ريحه بتخلي ريحه الكبده فعلا تروح لحته تانية خالص. كده الكبده بتاعتنا تهدي عليها النار علشان تتشرب معاك الفلفل والبصل، وطبعا البصل وتوم وفلفل يتشرب معاكي المكونات دي كلها، وتاخد من ريحتها وتديك الطعم اللي انت بتشوفيه بره او بتشميه بره. فعلا الكبده خيال لما بتعمليها بالطريقه دي، هتدمنيها فعلا هتشكريني عليها فعلا. برضو في مكون اساسي ومكون رئيسي بيضيفوه كل اللي بره، وهو المكون اللي بيعتمدوا عليه وبيخلي فعلا الكبدة ليها ريحة، وهو معلقة أو معلقتين من الخل. أيوة، المعلقة دي هي اللي بتحول لك الريحة اللي انت بتشوفيها بره أو بتشميها بره، وبتخلي طعم الكبدة خيال، وبيخليها فعلا طعمها وريحتها تجنن. كده هندي تشويحة للكبدة بتاعتنا، وبعد كده هنهدي النار خالص وهنغطيها، زي ما يكون ان عندك فرخة وبتشويها، وبعد ما تشويها تحط لها فحماية وتغطيها علشان تتشرب. وكده خلصنا الفيديو بتاعنا، ويا رب كده فضلا وليس امرا ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة والكومنت الحلو اللي بتعملوه لي على طول. وفعلا كل اللي بيدعمني وبيدوس لي لايك وبيشترك في القناة وبينزل له كومنت، فعلا دعمكم ده فوق راسي، وبشكركم من كل قلبي. وفعلا يا رب يكون وصفاتي مفيدة، ويكون يعني تنول إعجابكم وتكونوا مستفيدين على قدر المستطاع. ويا رب كده يدومكم نعمة، وفعلا تزيدوا في حياتي على طول يا رب بالخير والهنا والسعادة والسرور. وشكرا لكم، واشوفكم في فيديو آخر، ومع السلامة.